بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل في ما انقطع من حديث في اللي هو الطاقة. طيب نشوف المثال اللي عندنا. بيقول انتقل الكترون في عنصر ما من مستوى الطاقة 1.5 سالب 1.5 وحدة كتلة ذرية إلى مستوى الطاقة اللي هو 3.4 اللي هو بسالب وحدة كتلة ذرية. أحسب التردد والطول الموجي للفوتون. مطلوب مني أوجد اللي هو التردد ما موجود، ومطلوب مني أوجد اللي هو الطول الموجي للفوتون. طيب لو بنلاحظ هنا اللي هو عندي 1.5 سالب 1.5 الإلكترون انتقل إلى مستوى الطاقة 3.4 سالب 3.4. إذن هنا مستوى الطاقة أعلى، انتقل من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل، معناه فيه هبوط في الطاقة، هبوط في الطاقة. الطاقة معناه الإلكترون ده اللي هو فقد طاقة. ما دام فقد الطاقة من نفسه اللي هو ده بيكون بنسميه انبعاث تلقائي، انبعاث تلقائي. طيب الطاقة وين راحت؟ الطاقة المفقودة بواسطة الإلكترون اكتسب الفوتون. هنا ده من تفاعل المواد مع الضوء هيحصل ايه؟ هيحصل انبعاث للفوتون. الفوتون ده هيكتسب الطاقة من الإلكترون. إذا الطاقة المفقودة بواسطة الإلكترون أصبحت طاقة مكتسبة بواسطة الفوتون، أصبحت طاقة للفوتون. طيب دي الطاقة بالنسبة لي اللي هو الفوتون. طيب طاقة الفوتون كلنا بنعرف انه طاقة الفوتون على حسب نظرية بلانك اللي هو بيساوي اللي هو ثابت بلانك في اللي هو التردد اللي هو الفريكونسي. طيب نحن مطلوب مننا التردد. من المعادلة دي لو عدلنا فيها شوية بنقدر نوجد اللي هو التردد المطلوب اللي هو الاف هيساوي ايه؟ هيساوي لي اللي هو الطاقة المفقودة بواسطة الإلكترون اللي اكتسبها الفوتون على ثابت بلانك. ثابت بلانك معروف، ثابت عنده قيمة اللي هو ال H تساوي 6.625 مضروبة في 10 أس سالب 34 جول ثانية. ده اللي هو ثابت بلانك. خلاص يبقى أنا هنا النقطة دي عرفت من وين الثابت عندي ثابت. باقي أوجد الطاقة. طيب الطاقة دي الإلكترون لأنها طاقة مغيدة أو مكممة، الشرط فيه اللي هو الإلكترون ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة لازم يكون اللي هو الطاقة المكتسبة أو المفقودة تكون تساوي الفرق بين اللي هو ده التقييد والتكميم اللي هو لمستوى الطاقة، لازم تكون مساوية للفرق بين مستويي الطاقة. يبقى الطاقة اللي أنا عايزها هتكون اللي اكتسبها الفوتون هتساوي الفرق بين مستويي الطاقة، هيكون مستوى الطاقة الأول ناقص مستوى الطاقة الثاني اللي هو يعني أطرح، هتكون بيساوي لي اللي هو سالب 1.5 وحدة اللي هو وحدة الطاقة للكتل الذرية اللي هو وحدة الإلكترون فولت ناقص اللي هو سالب 3.4 إلكترون فولت. دي هتساوي اللي هو ناقص 1.5 هضرب سالب في سالب بموجب هتكون 3 اللي هو 4 هتساوي لي اللي هو 1.9 إلكترون فولت اللي هو دي وحدة الطاقة للكتل الذرية اللي هو هيكون عندي الطاقة اللي اكتسبها الفوتون اللي هو بتساوي اللي هو 1.9 اللي هو إلكترون فولت. طيب الإلكترون فولت ما نخليه كده، نحوله إلى طاقة بالجول عشان يتماشى مع منه. الجول لازم يتوافق مع الهيرتز بعدين عشان لما نوجد شنو؟ اوجد الفريكونسي التردد. طيب عندي هنا الطاقة حتكون بتساوي 1.9 نضربها في شحنة الإلكترون عشان تتحول لوحدة الجول، هيكون 1.6 شحنة الإلكترون اللي هو في 10 أس سالب اللي هو
19 كده تحولت إلى جول. تحولت الطاقة من وحدة الكتلة الذرية الكترون فولت إلى جول. طيب حولناها إلى جول. طيب بعد ما حولنا الطاقة إلى جول، بعد ده المفروض ان احنا نوجد اللي هو ايه؟ الطول الموجي. طيب الطول الموجي كيف نوجد الطول الموجي؟ دي الطاقة بتاعتنا هنا. خلاص من هنا اقدر انا اوجد التردد في البداية. بعدها ننتقل الى الطول الموجي. نقول للاف تردد هيساوي لي ايه؟ الطاقة اللي انا جبتها اللي هو 1.9 في 1.6 في 10 أس سالب 19. دي هقسمها على ثابت بلانك. اقسمها على منو؟ على ثابت بلانك. ثابت بلانك عندي القيمة حقته اللي هو 6.625 في 10 أس سالب 34. لما نقسم المقدار ده على ثابت بلانك اللي هو القيمة بتطلع لي 4.6 في 10 أس سالب 8 اللي هو هرتز. خلاص كده الوحدات أصبحت متناسقة اللي هو 4.14 4.6 في 10 أس 14 هرتز. دي القيمة، دي قيمة اللي هو قيمة التردد بتاعي بعد ما أقسم اللي هو الطاقة على ثابت بلانك. طيب أوجدنا اللي هو قيمة اللي هو التردد. طيب برجع لمعادلة الموجة الأصلية اللي هو معادلة الموجة. أي موجة المعادلة بتاعتها اللي هو الفيلوسيتي، السرعة بتاعتي بيساوي الفريكونسي تردد مضروب في اللي هو طول الموجة. ده بصورة عامة. طيب أنا عندي هنا اللي هو السرعة بتاعتي هنا هتكون سرعة ضوء. سرعة الضوء اللي هو كونستنت ثابت. خلاص نعدل المعادلة بدل في نكتب اللي هو شنو؟ نكتب اللي هو الاف مضروبة في اللي هو اللامدا باعتبار انه سرعة الضوء اللي هو ثابتة. انا مطلوب منه الطول الموجي. الطول الموجي هيكون اللامدا بتساوي اللي هو سرعة الضوء في الفراغ على اللي هو التردد اللي انا جبته. طيب سرعة الضوء معروفة اللي هو 3 في 10 أس 8 متر على الثانية اللي هو دي سرعة الضوء في الفراغ وهي ثابتة ما بتتغير. التردد اللي جبته اللي هو 4.6 في اللي هو كم؟ في 10 أس 14 في 10 أس 14 هرتز. طيب بقسم المقدار ده بيجيني اللي هو بيديني الطول الموجي. انا قسمتها بالحاسبة اللي هو طلعت 65.2 في 10 أس سالب 8 اللي هو متر في متر اللي هو عبارة عن اللي هو دي الطول الموجي نقيسه بوحدة المتر. هنا نكون وجدنا ايه؟ وجدنا التردد والطول الموجي المطلوبين بالنسبة للمثال. لأنه طاقة المستوى هنا بيساوي اللي هو الطاقة الموجودة لازم تكون مساوية للطاقة بين فرق المستوى بتاع الطاقة الأول ومستوى الطاقة الثاني. إن شاء الله نلتقي في مثال آخر بإذن الله تعالى.